السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. النهارده معانا عرض جميل جدا جدا، ربنا يبارك يا رب للجميع ويرزق كل من كان. معايا كميه حوالي عن 30 بطايه او 31، الله اعلى واعلم، ما عدتهمش يعني، ممكن 31 32 30 في الحدود دي، بس هم الأصدق يعني 30 او 31. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. العرض اللي موجود معانا للبيع، ومعانا حوالي 12 كتكوت او 13 كتكوت برضو للبيع. فالعرض كل اللي موجود معانا ده من فراخ وبط كله للبيع. فربنا ييسر امورنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان، ويجعل صاحب النصيب فيهم يا رب ابن حلال، ويرزقوا فيهم خير ان شاء الله. انا مش بحب التصوير بالليل، بس بجد ساعات ما بفضاش بالنهار خالص ان انا اصور. فالله المستعان، ربنا يعيننا ويقوينا جميعا، لان التصوير بالليل بيكون الاضاءه وحشه جدا جدا عند الطيور. النهارده انا عامله لهم وصفه جميله جدا جدا، ربنا يبارك يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان. هنا معانا معلقه كبيره من النشا، هنحط معلقه على العلف وهنحط معلقه على الميه، بس هم وقعوا في ارض البلاستيكيه كده اهمت، مفيش مشكله خالص. وعامله بقى غاليه معانا وصفه جميله جدا جدا، حاجه من الاخر جميله ممتازه. انا سبتها لحد ما بردت تماما. ده شيح على شاي على ليمون اخضر، غليتهم كويس جدا جدا في على البوتاجاز، وسبتهم لحد ما بردوا تماما، وجبتهم عشان اقدمهم للبط والفراخ بتوعي. ربنا يبارك يا رب. انا حاطه الوصفه هي تزودها حبه ميه بسيط جدا جدا. الوصفه دي كوقايه ممتازه ممتازه ممتازه، الله اكبر عليها، حاجه جميله جدا جدا والله العظيم. هنزودها شويه ميه ديت، لو في اسهال في اي مشكله هتظبط لك الدنيا مع الطيور بتاعتك. معروف ان النشا مع الشاي مع الليمون لو في اسهال بيوقفوا. احنا عاملين الوصفه دي مطهر معوي للبط بتاعنا، مطهر معوي، وقايه. مش يا جماعه، مش عن موضوع علاج، انا عاملاها وقايه للطيور بتاعتي. دي وقايه عشان اللي ياخد مني حاجه يدعي لي ويقول لي تشكر يا ام ليلى وربنا يجازيكي خير. انا مش عايزه حد ياخد مني حاجه ويدعي عليا فيها. الوصفه دي جميله جدا جدا، وزي ما قلت لكم في الفيديو الكبير بتاع البط، الفيديو بتاع البط الكبير، قلت لكم ميه الرز ممتازه. انا بحط ميه رز، هحط ميه رز برده جميله جدا جدا. فربنا يبارك ويحمي يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. بتاع النشا اللي كان في البلاستيكيه كان فيه تبن وكده، بس ما فيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. البط بقى بيحب البلبطه وبيحب الميه، فانا جبت له في طبق كده ايه من بتوع العلف عشان ياكل ويشرب ويستحمى وياخد راحته على الاخر. هنقلب بقى ننضف العلفه كده، ونفضي كميه العلف بتاعنا، ونفضي كميه النشا اللي موجوده معانا، عشان يبقى في نشا على العلف ونشا على الميه اهو كده. الدنيا تمام، مفيش فيها اي مشكله خالص. فربنا يبارك وييسر امورنا جميعا يا رب ان شاء الله. البط قدام منكم، حركته جميله جدا جدا، حيويته 10/10. ربنا يبارك فيهم ويحميهم يا رب ان شاء الله، ويرزق كل مكان. انا بحب عندي غيه كده ان انا اكون واقفه بصور، اجري الطيور عشان اوري المشاهد الحيويه اللي في الطير اللي موجود قدام مننا. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره، اللهم امين. دول حوالي زي ما قلت لكم 12 كتكوت او 13 كتكوت، الاغلبيه برقبان، هما واحد او اتنين بس اللي ايه اللي من غير رقبان، والباقي كله برقبان. والله المستعان يطلع الاغلبيه ديوك كمان. فربنا يبارك ويحمي يا رب ان شاء الله، ويجازينا خير في عملنا وفي طيورنا يا رب، اللهم امين، ويبارك لنا في صحتنا. انا مش طالبه من ربنا غير الرزق الحلال والله العظيم، ان ربنا يجازيني خير في شغلي ويرزقني منه خير، عشان لو علي اي دين لاي حد اقدر اسده. لو خرجت من الدنيا في اي وقت يبقى انا خارجه معليش دين لحد. فربنا يجازينا جميعا خير يا رب ان شاء الله، لان الدين وحش، ربنا يكفيكم شر الدين. الدين يا جماعه بيبقى صعب جدا جدا، والبني ادم اللي بيكون عليه دين بصوا بياكل في جتته، بيقطع في جسمه تقطيع كده. فالله المستعان، الحمد لله على كل حال. نشوف بقى كتاكيتنا القمر اللي هنا دي نايمين فوق بعض كده ليه؟ في بطاطا معاكم هنا خلاف التركي اه، يجرى لها حاجه. كام بطايه كده لو ما عدوش هنا، ادي واحده. في حاجه تانية معاكي؟ انا سايبه التلاته التركي هنا عشان ايه؟ يبقوا مع الفراخ هنا، عشان دول ان شاء الله يطلعوا بكره او بعده رايحين لحد غالي عليا برضو، هيطلعوا من هنا ان شاء الله. الفراخ بتاعتنا اهي، الله اكبر، حتى اللي نقلتهم وياهم بسم الله ما شاء الله 10/10. ربنا يبارك ويحمي يا رب ان شاء الله. الثوم والبصل
والليمون والشطه في الخلاط كده للطيور ممتازين جدا جدا. ربنا يبارك ويحمي يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب. ربنا يرزق كل من كان خير الدنيا والاخره يا رب. عدي يا حاجه مع اخواتك، يلا روحي بلبطي هناك معاهم اجري. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه رايكم ننقل التركي مع البط ده عشان يشرب من الوصفه بتاعتنا دي؟ هنقولهم وياه يشربوا معاهم من نفس الوصفه برضه، وكده كده هم معروفين يعني، اصلا الواناتهم معروفه مش هنتوه فيهم يعني. تعالي يا فله، بسم الله ما شاء الله، هم حجمهم كبير عنهم. خلاص تعالي بقى تخنق اختك يا خرابي، استني. كانت هتتخنق البطه في ايه؟ ما احنا لازم نرمي واحده عشان التانية ما تموتش. عليه الصلاه والسلام. عدي اهم ده القمر بتوعنا اهم، بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم يا رب، ربنا يبارك فيهم للي رايحين له يا رب ان شاء الله، ويرزقوا فيهم خير ان شاء الله. ربنا يبارك للجميع. انا نقلتهم هنا هم فيهم بطيتين اصلا، خليط اللي هم السمر دول اكبر منهم كلهم. فان شاء الله البط الخليط الاسود ده كله والابيض اللي هياخدهم صاحب النصيب فيهم ان شاء الله هطلعهم على سعر واحد. يعني هطلع الكبير بتمن الصغير، يعني هطلعهم مع بعض بسعر واحد. شايفين ساعه ما عدوا هنا جم على السقايه على طول المسقه، هم عايزين يشربوا ويبلبطوا. فهم بسم الله ما شاء الله الوصفه دي ممتازه جدا جدا. ربنا يبارك فيهم يا رب ان شاء الله. نشتغل على الوصفه دي 3 4 ايام تظبط الدنيا مع اي طيور من اي مشكله خالص. بس احنا عاملينها وقايه مش عاملينها علاج، لان احنا الحمد لله الطيور بتاعتنا عندنا مفيش فيها اي مشكله. الطيور قدام منكم وهي بتاكل وبتنكش وبتجري في المكان بسم الله ما شاء الله. فربنا يبارك للجميع يا رب اللهم امين. دول بقى عايزين شويه علف. هبص لو لقيت في علف واقع على الارض هم قدامهم الميه، لو لقيت علف واقع على الارض مش هحط علف. لسه في علف على الارض لانهم بيبعزقوا علفه كتير، فانا هسيبهم كده الليله من غير علف لما ينقوا اللي في الارضيه تماما. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. احجامهم بقت ممتازه جدا جدا، الله اكبر عليهم. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره، ويبارك للجميع. عايزه اوريكم حاجه، انا جالي 5 فراخ هندي امبارح. حد رن عليا وقال لي في 5 فراخ هندي. انا رحت جبتهم عجبوني رغم ان هم متبهدلين ومتاهملين ودنيتهم بايظه خالص. كان لسه عندي بواقي فراخ بيضه، والفراخ الساسو لسه موجوده. انا لميت الفراخ البيضه الكبيره خلصت الحمد لله. كان عندي احجام بسم الله ما شاء الله، كان عندي احجام حلوه فما صورتش معاكم عندهم من زمان. فكان عندي اوزان متفاوته برضو زي ما انتم عارفين، وكويس ان انا عديت فتره الفيروس ده بالفراخ بتاعتي دي، الحمد لله ان انا عديت بهم يعني. فربنا يبارك ويحمي يا رب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي فاضلين عندنا هم احجامهم برضو كويسه، كيلو ونص 2 الا ربع بسم الله ما شاء الله. انما التانيين كان احجامهم معديه، الاثنينات كانت 2 ونص. فذبحت التقيل ودول اللي فاضلين معانا ان شاء الله. ولسه معانا الفراخ الساسو اهيت، ربنا يبارك. بس الساسو مش هيندبح دلوقتي، ده الهندي اللي جاي لي امبارح. انا رحت جبته وجيت بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم يا رب. اللي يشوفهم يقول عليهم فيتنامي، رقبتهم منحوله تماما، بس ده اهمال من صاحب الفراخ ديت اساسا. مأهمل فيهم مش بياكلهم لانه جايين على العلف زي اللي ما اكلوش قبل كده. شايفين الفرخ البراهمه بتاعنا الكبير اهو، ربنا يبارك. هو ديك لونه جميل جدا جدا، ربنا يبارك فيه. فدول 5 هم، فقلت انزلهم بقى هنا في وسط الفراخ البيضه والفراخ الساسو بسم الله ما شاء الله. احجامهم حلوه جدا جدا، ربنا يبارك فيهم. فاقوا عن ما كانوا جايين، يعني شايفين الحصه بتاعتهم عامله ازاي، هتنفجر من العلف لانهم كانوا جعانين مقتولين. فالحمد لله ربنا يبارك ويحمي يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. دول بقى انا سبتهم بقى، قلت ايه اللي هتشد حيلها وتقفل معانا ال2 كيلو هنذبحها ايه اوتوماتيك على طول تبقى طازه كده. فربنا ييسر امورنا جميعا. فاللي لقيته تقيل ذبحته، خفت عليه برده ان يحصل له مشكله. انما الفراخ الحمراء بسم الله ما شاء الله كويسين مفيش فيهم اي حاجه، فهنسيبهم لحد ما ندبحهم برده طازه كده. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو استفدتوا بقدر بسيط من المعلومه ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.